السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة زي ما انتم شايفين كده وزي ما وعدتكم هنعمل التورتاية، نصها شوكولاتة ونصها فانيليا بطريقة سهلة وبسيطة وبكل تكاتها وحركاتها، وهتطلع معاكم نتيجة جميلة جدا. هتنفع في أي مناسبة، في عيد ميلاد، في أي حاجة. سهلة وبسيطة وتنفع للمبتدئين جدا. بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. أول المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده بسيطة خالص، بس أي نعم مكلفة لأن دي تورتاية في النهاية يعني. معانا زي ما انتوا شايفينها كده الدقيق والبيض والمحسن الجل وبضاية، وهعرفكم هنعمل بها ايه. البضاية اللي لوحدها دي بعيد عن الستة، يعني هما 7 بيض هتكلفنا. ومعانا كمان معلقتين الكاكاو. اول حاجة في مقاديرنا، زي ما انتوا شايفين 6 بيض. اهم حاجة نطمن اللي هما كلهم كويسين، واحدة واحدة كده ما ندخلهمش على بعض. لو واحدة مش كويسة ما نضيفهاش على الباقيين. تمام. وتكون بدرجة حرارة الغرفة. ومعانا كمان نص دقيق سبونج، طبعا من محل الحلويات هتجيبيه. وهنا كمان معلقتين من الكاكاو الخام بدون سكر مش محلى. ومعانا بضايه ومعلقه متوسطه من المحسن الكيك ومحسن جيل كيك. وكمان هنا معانا معلقه خل وفانيليا سائله او ممكن فانيليا باودر، المتواجد هتشتغلي بيه ان شاء الله. وهنا نص كوبايه الميه الدافيه، بتفرق جدا، دافيه ومش سخنه يا جماعه. نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده هننزل بالست بيضات. تمام. وهنضربهم. طبعا كله ينفع المقادير. لو انت عندك عجان هتضيفي كله على بعضه كده وهتشتغلي طبعا بدون الكاكاو والبيضه الاخيره، وهتشتغل. لكن انا طبعا عشان المضرب بتاعي على قده فهشتغل على مهلي شويه. هنزل البيض ومع الفانيليا وكمان محسن الجل. تمام. ومعلقه الخل دي على فكره بتبقى رافعه جدا للكيك وبتخليها مستواها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. هنضرب في الخليط بتاعنا كده زي ما يبقى كريمي، وبعد كده هننزل بالميه والدقيق بتاعنا نروح منزلينه هو كمان. تمام. زي ما انتوا شايفين المقادير دي مظبوطه جدا. لو هتعملوا تورتايه مقاس 26 هتمشي معاكي، او مقاس 24 برضو لو صينيه 24 هتمشي. هتبقى مرتفعه وجميله جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين هنضرب خالص لحد ما نخلي العجين بتاعنا كريمي وخفيف كده زي ما انتوا شايفينه. ننزل المستوى ده كده وتوصل المستوى اللي انتوا شايفينه الجميل ده. هنعمل ايه؟ هنقسمها في بولتين، بول عشان نزود بقى ليها، نضيف الكاكاو عشان احنا هنعمل نصها شوكولاته. تمام. قصاد المعلقتين الكاكاو هنضيف البيضة علشان يبقى القوام نفسه هو نفس القوام التاني. ما يبقاش واحد قوام تقيل وواحد قوام الخليط قوام تقيل او خفيف، لا زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين القوام نفس القوام التاني. وفي نفس الوقت البيض جميل جدا للتورته، يعني هيظبطها هيخليها اجمل حاجه. طبعا ان شاء الله هعمل معاكم قريب باذن الله التورتايه بالدقيق العادي وبمقادير بسيطه، وهتبقى جميله جدا برضو، اقتصاديه اكتر من دي طبعا مش اقتصاديه اكيد يعني. دي التورتيه العاديه، بس انا عاملاها لكم بالجزئين الشوكولاته والفانيليا زي ما انتم شايفين كده. وانا بقفلها بجيب العجين بتاع الفانيليا على جنب زي ما انتم شايفينه كده، وبجنبه وبحط اي حاجه من ورا ترفع لي الصينيه. تمام. دي مقاس 26 لو انت حابه تعرفي مقاسها. حله مقاس 26 بتاعه التورته زي ما انت شايفه كده. هنزل بنصها كده ونصها كده وبظبطها وبخبطها في الايه على البتاع الرخامه بتاعتي كده خبطتين، بتبقى فيها اي هوا بينزل عشان العجين بتاعنا والتورتيه بتاعتنا والكيك يبقى ايه هش وجميل. دي النتيجه بعد ما طلعتها من الفرن. شايفينها جميله جدا. هسيبها تبرد، احط عليها فوطه بيضه او خلق بيضه او حاجه تكون يعني حاجه قماش كده ابيض، واسيبها تهدى خالص. وبعد ما تبرد خالص تماما بيوم يا ريت يعني 24 ساعه نبدا نشتغل فيها زي ما انتم شايفينها كده. تمام. هقطعها اكتر من طبقة 3 4 زي ما انت عايزة، بتقطعي اللي انت عايزاه. ممكن بسكينة مشرشرة هتوصل لنفس النتيجة. وهنبدأ بقى نقفل التورتيه بتاعتنا بالطريقة السهلة البسيطة الجميلة دي. بعد ما بسقيها بالمية بسكر خفيفة، شربات خفيف جدا، يعني كوباية سكر ليها كوبايتين من المية. شربات خفيف جدا ياخد غلوة مع كيس فانيليا مع نص ليمونة صغيرة. وبنعمل الشربات بتاع اللي انا بسقي بيه التورته. وزي ما انتم شايفين كده بقفل التورتيه بتاعتي بالطريقه البسيطه دي. الكريمه الفانيليا على الجزء بتاع الفانيليا والكريمه الشوكولاته على الجزء بتاع الشوكولاته. تمام. وبنقفل بالطريقه السهله دي.
طبعا باي حاجه هتشتغلي بيها، سكينه عاديه ممكن تمشي برضو في التقفيل، بس مش بيبقى كويس زي السكينه المخصصه للتورتات يعني. لكن انت في بيتك لو تعملي حاجه لبيتك، اشتغلي باي حاجه متواجده عندك، والله العظيم هتبدعي فيها. محدش يخاف منها يا جماعه ولا يقلق، كلنا بنبدا نتعلم واحده بواحده، وبتبقى حاجتنا في الاخر نتيجه جميله جدا. محدش يخاف من الحاجات دي، الحاجات دي سهله وممتنع، سهل الممتنع زي ما بيقولوا يعني. نجرب ونحاول وان شاء الله والله هنوصل لنتيجه جميله جدا، ما نقلقش منها. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل نصين في تورتيه واحده، عملنا الفانيليا وعملنا الشوكولاته للي بيحب الشوكولاته واللي بيحب الفانيليا. لان طبعا احيانا، مش احيانا، ده اغلب البيوت ما فيش حد بيحب الاتنين، واحد بيحب ده وواحد بيحب ده، فاكيد مش هتعملي تورتتين وتكلفي نفسك. انت هتعملي تورتيه واحده بالطريقه دي، وهتعملي فيها الجزئين يعني وترضي الطرفين في نفس الوقت، وما تكلفيش نفسك اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين كده هنبدا نقفل التورتيه بتاعتنا. تمام. للاسف الكاميرا وقفت دقايق، فمعلش مخدتش بالي الا متاخر، فهنقفل التقفيل النهائي سوا. زي ما انتوا شايفينها كده، بنديها الخطوط الجميله الرفيعه دي، تعمل لها منظر حلو وشكل جميل. حاجه بسيطه وسهله ومش كلفتنا كتير برضو. شوفي انت لو هتشتري تورتايه من بره هتكلفك قد ايه، مبلغ يعني، بقت مبالغ صعبه جدا. اي نعم برضو هي في البيت برضو مكلفانا، لان الكريمه بقت غاليه والتكاليف بتاعتها بقت حاجه لا تطاق يعني، بس الحمد لله برضو تقدري تعمليها في البيت باقل تكلفه. تمام. عملت روزيتات صغيره كده فيها. انت بقى التزيين ده اذواق بقى، يعني كل واحده تزوق زي ما هي عايزه، وبالطريقه اللي عندها وبالحاجات اللي عندها المتواجده عندها تشتغل. اي حاجه بسيطه هتبقى جميله، كفايه اللي انت عاملاها بحب لولادك ولعيالك، اكيد هتبقى يعني لها فرحه تانية، والنتيجه بتاعتك من ايدك هتبقى جميله، هتبقي مبسوطه بيها حتى لو هي اقل من العادي. دي انا كان حد طالبها مني عملتها له، كانت جميله جدا، شكروا في طعمها جدا جدا، وكانوا طالبينها فانيليا على شوكولاته، والحمد لله رضيت الطرفين في البيت، وكانت النتيجه تحفه جدا ما شاء الله عليها. شويه صوص شوكولاته كده، وزودت عليها شويه شوكولاته مبشوره زي ما انتوا شايفين، وعملت لها روزيتات عليها، وبقت جميله خالص. بعد كده هجيب جوليو فراوله، واحط زي ما انتوا شايفين كده على الجزء الفانيليا، اكسر اللون الابيض خالص ده. شايفين اللون والجمال تحفه. ممكن انت بقى تحطي اي جوليو تاني، ممكن في تفاح وفي مانجا ممكن تعمليهم، ممكن تحطي عليها كمان فواكه، وممكن تشتغل بالمتواجد عندك. البراويز والزينه دي بترجع لك انتي، وبترجع للمتواجد في البيت طبعا. ودي فراولتين كده حبيت اديها تيست بسيط كده خفيف، ما كلفتنيش في التزيين حاجات كتيره. جبت بقى الكريسب اللي انتوا شايفينه الجميل ده وحطيته عليها، ادى منظر جميل جدا، وحاجات جميله خالص بسيطه سهله، وازاي ما انتوا شايفينها كده اتعملت بكل سهوله. وحطيت الروزيتات الصغيره عليها كمان، كريسبيات من الصغيره دي، ادت شكل جميل خالص بسيط وسهل. لو عجبتكم الوصفة يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وياريت كومنت جميل منكم كده يا احسن ناس في الدنيا. وان شاء الله باذن الله نعمل لكم وصفات احلى واجمل. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.